السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع جديد، هو ازاي أعمل ريفيجنز في الشتات في الريفت. أول حاجة ازاي بجيبها، بروح على فيو تاب ولاقي في الجزء بتاع الشيت. هلاقي في هنا الأيكون بتاعة ريفيجن، هيجيب لي الويندو دي. وبعدين يا إما بجيبها برضو من إما مانج تاب برضو، فأروح على مانج تاب وبعدين ألاقي فيه additional settings، ألاقي فيه هنا sheet issues and revisions. لو فتحتها هلاقي فيه حاجة، أول حاجة السيكونس، الترتيب بتاع الريفيجنز اللي موجودة عندي. و- وبعد كده في النمبرنج، وفي برضو ممكن أتحكم في النمبرنج هنا. لو هو نيوميريك هتحكم برضو هو هيبدأ برقم كام، ممكن يبدأ بأي رقم تاني غير الواحد، ممكن يبقى اتنين تلاتة برضو عادي. ولو هو ألفا نيوميريك برضو أشوفه هل يبدأ بأنهي حرف من دول. بعد كده في إن أنا ممكن أعمل آد لريفيجن جديد من هنا، ممكن أعمل ديليت. لو جيت أعمل ديليت هيقول لي أنت كده هتمسح الكلاودز والتاجات اللي تبع الريفيجنز. أقول له أوكي تمام. في بعد كده الديت بتاع الريفيجن ممكن تكتبه من هنا، والديسكريبشن هل هو مثلا ريفيجن ولا issued for construction ولا concept ولا ايه بالظبط. والissued هل هو issued ولا لسه، ولو هو issued هعمل له شيك. طب issued to مين، طب issued by مين. طب هنا في cloud and tag، انت عاوز تظهر الكلاودز اللي موجودة والتاجات، ولا عاوز تظهر التاجات بس، ولا مش عاوز تظهر حاجة. في هنا برضو النمبرنج بير بروجكت. لو جيت أعمل لو عملتها بير بروجكت هيخليها يعمل نمبرنج من أول شيت لو في ريفيجن، وبعد كده الشيت اللي بعده يروح عامله. يعني هيبقى أول واحد هيبقى رقم واحد، بعد كده التاني هيبقى رقم اتنين، وبعد كده لو شيت بعد كده رقم تلاتة. لما بيرشيت بيروح عايد الترقيم من الأول في كل الشيتات. آه، وفي هنا الارك لينس، اللي هو الارك لينس بتاع الكلاود اللي انا برسمها. زي ما نيجي نشوف دلوقتي، لو رحت على انوتيت، لو دخلت جوه الفيو ده عملت دبل كليك، رحت على انوتيت، وبعد كده رحت جايب آه اللي هي ريفيجن كلاود، فيدخلني جوه الدرونج تولز دي. فممكن ارسم بأي حاجة فيهم. لو عملت بالريكتانجلر وجيت ارسم كده، فهي دي الارك لينس، هي دي. لو انا كبرتها فالارك بتاعها هيكبر. بعد كده بختار هل الكلاود ديت تبع انهي ريفيجن من الريفيجنز اللي موجودة عندي. وفي هنا برضو ترسم بالاوفست والراديوس. آه بعد كده لو انا عاوز، لو بصيت هنا في الشيت هلاقي في هنا الريفيجنز اللي موجودة اللي انا ضفتها قبل كده في الريفيجنز اللي انا حاططها، والديت والديسكريبشن بتاعها. طب لو انا عاوز اتحكم فيها هروح على هنا في ريفيجن اون شيت، اعمل edit، فاشيل حاجات واضيف حاجات منها، فهتروح متشالة من الشيت. الاقي اتشالت من الشيت هنا. آم، بس كده يعني. لو عاوز برضو اضيف اعمل عليها شيك، فهي تضاف على الشيت. دي الطريقة ان انا بضيف عليها الريفيجن بتاعتي. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.